احلى سندوتشات فراخ بخلطه متميزه، تنفع للرحلات وتنفع للناس اللي عندها امتحانات وما عندهاش اي شيء للاكل، ممكن تدوها. لو اول مره تشوفوني، انا دكتوره سهى، اتمنى تشتركوا في القناه وتعملوا لي لايك وشير. هنزل على البانيه بتاعي ببصله مبشوره وعصير ليمونه، وانزل عليه بالبهارات بتاعتي: ملح، حبهان مطحون، فلفل اسود، نص معلقه جنزبيل، ومعلقه صغيره من الكاري، ومعلقة صغيرة من الزعتر، ومعلقة كبيرة من بهارات الفراخ، ومعلقة كبيرة من البابريكا المدخنة، وتوم وبصل بودرة. وهخلطهم كويس جدا مع الفراخ بتاعتي وادعكم حلو قوي، وغطي عليها ودخلها التلاجة إما ليلة كاملة أو على الأقل 4 ساعات. بعد ما تخرج من التلاجة هنزل عليهم بمعلقتين من دبس الرمان، بيدي طعم حلو جدا، حادق مع حلو، وأمزجهم كويس جدا مع شرايح الفراخ وابدا اسويها. هحط طاسه في الطاسه بتاعتي الزيت، وانزل بشرايح الفراخ واقلبهم على الجنبين كويس قوي لحد ما الفراخ بتاعتي تستوي، وابدا اقطعها لشرايح طوليه عشان اقدر احشي بيها سندوتشاتي، لاني هستخدم عيش التورتيلا وهستخدم العيش الفينو في عمل السندوتشات. وهرجع تاني الشرايح بعد ما قطعتها على النار، وانزل عليهم بشرايح رفيعة من الطماطم وشرايح رفيعة من الفلفل الرومي الاخضر والاصفر البرتقاني او اي لون انتوا تحبوه، وهبدا اقلبها كويس قوي علشان الخضار ياخد من طعم البانيه والخلطة بتاعته. وكده استوت تماما. هستخدم عيش التورتيلا، هبدأ احط فيه بطاطس محمرة، واحط من الخلطة بتاعتي اللي كاملة العناصر الغذائية، فيها كل العناصر، فيها بروتين وفيها خضار ومغذية جدا. وهنزل على الخلطة قبل ما الف الساندويتش، هنزل عليها بصوص البابريكا، بيدي طعم جميل جدا، او مايونيز او اي حاجة انتوا تحبوها. وهلف الساندويتش بتاعي. مش قادرة اقول لكم الريحة قد ايه جميلة ومتميزة. انا عملت ساندوتشات من التورتيلا وساندوتشات من العيش الفينو، وده شكلها، ومش قادرة اقول لكم الريحة قد ايه جميلة، وطبعا الطعم متميز جدا. اتمنى لو الوصفة عجبتكم تنفذوها وتكتبوا لي رأيكم وأسئلتكم في التعليقات، لأنها الحقيقة وصفة جميلة جدا ومختلفة تماما عن سندوتشات الشاورما، وتنفع جدا للي ما عندهمش شهية للأكل وعندهم امتحانات. وبالهنا.